فلنكن صادقين، يستيقظ كثير من الناس كأنهم يعيشون على وضعية الطيار الآلي، ينهضون من فراشهم، يمدون أيديهم إلى هواتفهم، ويبدأون في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون وعي، حتى قبل أن يغسلوا وجوههم أو ينظفوا أسنانهم. ثم يتساءلون: لماذا حياتهم مليئة بالفوضى؟ والحقيقة واضحة ومؤلمة: إذا كان صباحك فوضويا فحياتك ستكون كذلك أيضا. لكن الجميل في الأمر أنك تستطيع تغيير ذلك. إذا بدأت يومك بطريقة صحيحة فلن يكون النجاح مجرد احتمال، بل سيكون أمرا لا مفر منه. والآن دعني أرشدك إلى خطوات بسيطة لكنها قادرة على تغيير حياتك بالكامل. الخطوة الأولى: اربح أول معركة في يومك. القرار الأول الذي تتخذه عند الاستيقاظ يحدد اتجاه يومك بأكمله. لكن أغلب الناس يخسرون هذه المعركة منذ اللحظة الأولى. يضغطون زر الغفوة، يتقلبون على جانبهم الآخر، ويؤجلون حياتهم قبل أن تبدأ. أما الناجحون فهم ينهضون مباشرة، دون أعذار، دون مساومة، دون 5 دقائق إضافية. العادات الصغيرة تبني الزخم، وإذا لم تتمكن من الفوز بهذه المعركة البسيطة، النهوض من السرير، فأنت تمهد لخسارة بقية يومك. الخطوة الثانية: قاعدة ال5 ثوان. أعلم أن النهوض فورا ليس سهلا. عقلك بطبيعته يطلب الراحة، وهنا تكمن الحيلة. قاعدة ال5 ثوان: بمجرد أن يرن المنبه ابدأ العد التنازلي. 5، 4، 3، 2، 1، ثم انهض فورا. لا تفكر، لا تتردد، فقط تحرك، لأنك إذا توقفت للحظة سيبدأ عقلك بإقناعك بالعدول عن النهوض. تغلب على عقلك قبل أن يتغلب عليك. الخطوة الثالثة: تحرك قبل أن يستيقظ عقلك بالكامل. عندما تستيقظ وتشعر بالنعاس يظن كثيرون أن عليهم البقاء في السرير، لكن الحقيقة هي أن الحركة تولد الطاقة. قم ببعض التمارين الرياضية، أو خذ حماما باردا، أو مارس أي نشاط بدني بسيط يساعد جسدك على الاستيقاظ. حين تتحرك فإنك تجبر جسدك على النشاط، وتمنع عقلك من صنع الأعذار. الحركة المبكرة تمنحك السيطرة بدلا من أن تحكمك الكسل. الخطوة الرابعة: تحكم في مدخلاتك الذهنية. العقل في أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ يكون في أضعف حالاته وأكثر استعدادا للتأثر، ومع ذلك يبدأ معظم الناس يومهم بتفقد هواتفهم والانغماس في رسائل البريد والإشعارات ووسائل التواصل. صباحك يجب أن يكون لك، لا للآخرين. إذا بدأت يومك بالتشتت فإنك تدرب عقلك على التشتت لبقية اليوم. استبدل هذه العادة بعادات تبنيك. اقرأ كتابا، اكتب في دفتر يومياتك، أو مارس التأمل. عندما تتحكم في مدخلاتك فإنك تتحكم في مجرى حياتك. الخطوة الخامسة: سيطر على الساعة الأولى من يومك. هذه هي الخطوة الأهم. الساعة الأولى هي منصة الانطلاق، وإليك كيف تستغلها بأفضل شكل. راجع أهدافك وذكر نفسك بسبب سعيك إليها. أنجز أهم مهمة لديك في بداية اليوم. اشرب الماء وتناول طعاما مغذيا. حدد نيتك لليوم. كيف تريد أن تكون؟ كيف تريد أن تشعر؟ وما الذي ترغب في تحقيقه؟ إذا سيطرت على ساعتك الأولى فستسيطر على يومك بالكامل. الآن كثيرون سيشاهدون هذا الكلام، يهزون رؤوسهم موافقة، ثم يعودون إلى عاداتهم القديمة. لكن أنت لست مثلهم. إذا وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو فأنت تعلم الطريقة التي تبدأ بها صباحك تحدد شكل حياتك كلها. فاسأل نفسك بصدق: هل ستستمر في الضغط على زر الغفوة لأحلامك؟ أم أنك ستستيقظ أخيراً وتمسك بزمام حياتك كما تستحق؟